السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة معانا دالة خطيرة جدا في الإكسل. تخيلوا كده لو أنا عندي جدول كبير مكون من عدة أعمدة، وأنا محتاج إن أنا آخد مثلا أو أفلتر العمود الأول مع العمود اللي في النص في الجدول مع العمود الأخير مع أي عمود موجود مثلا مرتب في الجدول. فأنا محتاج أفلتر شوية الأعمدة دي، وان انا اخدهم كده احطهم في شيت اكسل او في حتة معينة في الاكسل. فالحركة دي هنعملها بدالة اسمها تشوز كولمز في بي اي. ولكن كلمة في بي اي دي هتاخدنا كده لعالم البرمجة لمدة دقيقتين، وبعد كده نرجع نشرح الدالة تاني. طيب دلوقتي تشوز كولم دي مايكروسوفت اكسل نزلتها، او هي الدالة دي موجودة في اصدار اكسل 2021 او 365 فيما اعلى من ذلك. لكن فيما اقل من ذلك وليكن مايكروسوفت 2016 2013 2010 مش هتلاقي الدالة دي موجودة في الاصدارات دي. طيب يعني انت لو شغال على 2016 مش هتلاقيها، فيما اقل من ذلك مش هتلاقي الدالة دي موجودة. طيب بس احنا ممكن نستخدم الدالة دي في اوفيس 2016 عادي، او في اي اوفيس الدالة دي مش موجودة فيه. طيب هنستخدمها ازاي وهي مش موجودة في الاصدار اللي مايكروسوفت نزلته؟ هنستخدمها باستخدام اكواد الفي بي اي. طيب خلينا نفرق الاول ما بين نوعين من الدوال. في دوال اسمها اللي هي الدوال المدمجة او البيلت ان، وفي الدول اللي هي المخصصة أو بنسميها ال UDA أو ال User Defined for Applications. تمام كده. طيب الدول المدمجة دي أو البيلت إن اللي هي إيه؟ اللي هي بتكون نازلة مع الإصدار بتاع مايكروسوفت إكسل اللي هي بتنزله مع الإصدار بتاعها. يعني وليكن في شوية دول نزلت في مايكروسوفت 2013، وشوية دول نزلت في مايكروسوفت 2016، وهكذا. وشوية دول نزلت في مايكروسوفت 2021، من ضمنهم الدالة اللي هي تشوز كولمز في بي، اللي هي تشوز كولمز من غير في بي اي، سوري. هنفهم يعني ايه انا قلت كده ليه. طيب طيب دي الدول اللي هي البيلت ان. الدول اللي هي بقى اليوزر ديفايند فور ابلكيشن، دي دول انا بعملها بايدي باكواد الفي بي اي. تمام. بتكون شبيهة للدالة الأصلية اللي مايكروسوفت اكسل هي منزلاها. طب ازاي انا دلوقتي قلت احنا بنعملها بايدينا باستخدام الاكواد الفي بي اي، وانا قلت قبل كده في الفيديو في الاول ان هي الدالة دي موجودة بالفعل في مايكروسوفت 365 او في مايكروسوفت 2021؟ طيب دلوقتي ده هياخدنا برضو ان احنا نشرح حاجة بسيطة. ان الداله اللي تشوز كولمز في بي اي، احنا بنتحايل على الاكسل بحيث ان احنا بنعمل كود باستخدام الفي بي اي مشابه للكود اللي مايكروسوفت اكسل بتستخدمه، وليكن اللي هو لغة برمجة السي بلس بلس. لكن احنا بنعمل الكود ده، بنصمم كود بلغة الفي بي اي بيكون بيشابه اللغة اللي مايكروسوفت اكسل بتعملها. وبذلك هو بالفعل احنا اللي عملنا الكود واحنا اللي عملنا الدالة، ولكن هي شبه الكود او شبه الدالة اللي مايكروسوفت اكسل نزلتها. هي بتأدي نفس الغرض وبتأدي نفس الاستخدام، ولكن اليوزر هو اللي عاملها. فعلشان كده سميناها الدول المخصصة او اليوزر ديفايند فور ابليكيشنز للبرامج يعني. تمام. طيب يلا بينا بقى نبدأ الدالة بتاعتنا. طيب تشوز كولمز في بي اي بقى، خلاص عرفنا يعني ايه في بي اي، وحكينا الحكاية اللي هي توضح لنا ان احنا ازاي بنستخدم الاكسل، مش مجرد ان هي دالة وخلاص بنستخدمها. طيب فدالة تشوز كولمز في بي اي دي بقى كده. طيب احنا بقى لو حطينا هنا كلمة يساوي قبلها بحيث ان هي تفتح لنا الدالة بتاعتنا. طيب وبالمناسبة انت يعني في اي دالة من دول الاكسل حضرتك بتلاقي هنا في زي تعريف للدالة، وبعد كده حضرتك بتستخدم بقى التعريف ده وانت تطبق بناء على التعريف اللي موجود في الدالة.
طيب هنا مش موجود التعريف ده ليه؟ علشان الكود اللي اليوزر استخدمه مش حاطط فيه التعريف، لكن اي دالة من الدول اللي هي المدمجة او البيلت ان بتبقى مايكروسوفت اكسل نفسها بتكون منزلة التعريف ده جنب الدالة، زي وليكن دالة في لوك اب. انت اول ما بتفتحها بيقول لك ايه اللوك اب فاليو، ايه الكولم اندكس نمبر، ايه الاري بتاعك وهكذا، ايه التيبل اري وهكذا. لكن هنا مش موجود التكوين بتاعها. تمام. ولكن انا لو عايز اروح برضو للتكوين بتاعها فهدوس على الاف اكس، الزرار ده، بحيث ان هو يطلع لنا تكوين. التكوين ده هو اللي داخل في ال الكود اللي احنا كنا مدخلينه. طيب الكود ده برضو عشان تحطه في الشيت بتاع الاكسل بتاع حضرتك، انا هسيب لحضرتك الكود في الديسكريبشن، بحيث ان حضرتك تاخده وتحطه في الشيت بتاع الاكسل، بحيث ان الدالة تتفعل معاك على اي اصدار مش موجود في الدالة دي. طيب وهنعرف برضو مع بعض ازاي نحط الكود في شيت الاكسل. طيب دلوقتي الاستخدام بتاع الدالة هو بكل بساطة أنا كنت ممكن أشرح الدالة دي في دقيقتين، ولكن أنا حبيت أدي لحضرتك باك جراوند كده عن إزاي إحنا بنستخدم الإكسل. طيب بيقول لي التكوين بتاعها ايه. الانبوت رينج، الانبوت رينج ده اللي هو بكل بساطة الجدول بتاعي، اللي هو الجدول اللي انا هفلتر منه الاعمدة. طيب فبيقول لي ايه الكولم 1، انا عايز انهي كولم افلتره. طيب انا هنا اتجاه الشيت من اليمين للشمال، فانا ده بالنسبة لي مثلا الكولم رقم واحد زي ما انا مرقم فوق كده للتوضيح. وليكن انا اقول له انا عايز الكولم رقم واحد ده. طب وعايز انهي كولم بعد كده؟ عايز الكولم رقم تلاتة. طيب وعايز الكولم بعد كده رقم كام؟ عايز الكولم رقم مثلا ستة. وارجع لي بقى للكولم رقم اتنين. تمام كده. فانا كده فلترت الاعمدة بتاعتي بمزاجي بقى على حسب ما انا محتاج. طيب لو دوست اوك كده هيطلع لي الجدول بتاعي بكل بساطة ومرتب ومنظم. اهو حط لي العمود رقم واحد زي ما انا قلت له، لا بعد كده العمود رقم تلاتة، بعد كده العمود ستة، بعد كده رجع لي العمود رقم اتنين بكل بساطة وبكل سهولة. بدل ما انا مثلا اخد، لو انا عايز ارتبها اروح اعمل كده، ده الطريقة المانيوال مثلا، اروح اعمل كده العمود التالت اخد كده كنترول سي واعمل كنترول في، للعمود السادس كنترول سي، كنترول سوري كنترول سي، كنترول في، وهكذا. فدي اختصرت لنا الوقت اللي احنا عملناه في القصة بتاعت الترتيب دي. طيب دي كانت دالة تشوز كولمز في بي اي بقى. تمام خلاص فهمنا يعني ايه في بي اي بكل سهولة. ولكن انا حابب برضو اوضح ان انا ازاي احط الكود بتاعي في الدالة الاكسل سوري. طيب انا من قائمة ديفلوبر هنا، ولو حضرتك ما عندكش القائمة بتاعة ديفلوبر برضو كنا شرحنا قبل كده ان احنا ازاي ننزل اي قائمة هي مش موجودة في مايكروسوفت اكسل. تمام فهنروح على قائمة ديفلوبر، هنروح لفيجوال بيزكس. فيجوال بيزكس ده يعني اختصار الفي بي اي. تمام. الفي يعني فيجوال والبي يعني بيزك. تمام. فهيفتح لي هنا نافذة بيقول لي حط لي مديولات. فانا مجرد انا بالنسبه لي انا حطيت هو ده الكود بتاع الداله. انا هسيب لكم اللينك هسيب لكم الكود ده في الديسكريبشن. بمجرد ما انا هدوس على مديولز هيفتح لي المديولات. انا بقى احط في المديولات دي، كل مديول انا بحط فيه كود معين بحيث ان انا افعل بيه داله معينه. فانا حطيت هنا الكود بتاع الداله. تمام كده. بعد ما هاخد الكود ده اللي انا هسيبه لكم واخده كوبي واحطه هنا بيست. تمام هروح قافل كده الويندو دي، واروح قافل كده بكل بساطة هنا. يعني انا طالما حطيت الكود خلاص اطلع عادي واقفل من الاكس، واقفل تاني هنا من الاكس هلاقي الكود بتاعي اتسيف بتاعي. تمام واقدر استخدمه عادي. هلاقي بمجرد ما انا حطيت الكود وقفلت زي ما انا يعني وريت لحضراتكم، هلاقي بقى ادوس يساوي كده تشوز كولمز، هلاقيها ظهرت معايا هنا زي ما ايه شفنا وطبقنا عليه.
انا كده خلصت المحاضرة بتاعت تشوز كولمز. ولكن في حاجة مهمة جدا جدا. انا بقى لو جيت اعمل سيف للشيت بتاعي كده وهو موجود في الاكواد بتاعت الفي بي اي، وجيت عملت سيف كده من هنا، تمام. فهو دلوقتي طبيعي ان هو يطلع لي المسج دي. طيب ايه معناها المسج دي؟ دلوقتي انا حاطط في الشيت بتاعي ده الاكواد بتاعه الفي بي اي اللي هي الخاصه بالداله اللي احنا استخدمناها. فبالتالي الاكسل لا يقبل الاكواد دي. ليه؟ علشان الاكسل الصيغه بتاعته اكس ال اس اكس، وانا حاطط الاكواد اللي هي بتاعت الفي بي اي، اللي هي الصيغه بتاعتها اللي هي مستخدمه بالماكرو. طيب، فانا دلوقتي الاكسل بيقول لي the following features can't be saved in macro free workbook. يعني بيقول لي ان الاكسل ده او الصيغه بتاعت الاكسل دي لا تقبل الاكواد. طب ايه اللي يقبل الاكواد بتاعت الفي بي اي؟ يعني ايه الصيغة اللي انا ممكن احفظ بيها الاكواد اللي انا عملتها بتاعت الفي بي اي الخاصة بالدالة دي، اللي هي الصيغة بتاعت الماكرو. تمام. فانا دلوقتي لو دوست سيف هنا هيشيل لي الكود بتاعي. تمام كده. لو دوست سيف اند ايرث فيتشرز هيسيف لي عادي خالص، ولكن هيشيل الاكواد اللي انا كنت حاططها. طيب انسب حل ان انا لازم ادوس جو باك علشان يرجع لي بقى خطوة لورا. رجع لي لان انا اختار بقى الصيغة اللي انا اختار بيها او اللي انا اسيف بيها الملف بتاعي. فانا لازم افهم الاكسل يا اكسل، انا الشيت ده انا حاطط فيه اكواد في بي اي، فانت لازم يا اكسل تحفظ لي، او علشان اقدر ان انا استخدم الكود ده فيما بعد لما اجي افتح الشيت ده مرة اخرى. فانا لازم اسيف بالصيغة بتاعت اكسل ماكرو انيبلد ورك بوك. طيب بالمناسبة ايه الفرق ما بين يعني ايه ماكرو يعني ايه في بي اي؟ الماكرو ده البرنامج اللي هو بيستخدم في الأكواد بتاعة الفي بي اي. ولكن طريقة عمل الماكرو أنا بستخدمه علشان أعمل زي زرار كده، بسجل ماكرو بحيث إن أنا بعد ما أسجل الماكرو ده أدوس على زرار معين يفعل لي الماكرو اللي أنا سجلته ده. يعني هو مش موضوعنا دلوقتي، احنا كنا شرحنا الماكرو قبل كده، يا ريت ترجعوا له في القناة او في اي قناة من الزملاء يعني الافاضل. ولكن دلوقتي اهم حاجة ان انا لازم اسيف الملف باستخدام صيغة الماكرو. تمام. وهدوس بقى كده من هنا سيف. بيقول لي ان انت عندك already exist نفس الاسم، يعني عشان انا كنت مسيفه قبل كده، بس انا عشان اوري لحضراتكم الطريقة. طيب انا بمجرد ما اسيف هنا هيعمل لي ريبليس للشيت اللي انا كنت مسيفه قبل كده. لو تاخدوا بال حضراتكم في علامة كده ايه زي رواية كده او يعني ورقة كده جنب الشيت دي، معناها ان الشيت ده متسيف بعلامة الماكرو او متسيف بصيغة الماكرو. تمام كده. بس كده ده كان شرح دالة تشوز كولمز في بي اي. بقى خلاص فهمنا يعني ايه في بي اي. شكرا لحضراتكم، واتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم، واتمنى ان هو يكون افادكم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.